ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض طاقية السلطان، وهنشوف مع بعض هل هي تستحق التجربة ان احنا نعملها ونحلي بيها كده كتحلية لوحدها زي الكيك وزي الحلويات، ولا هي عبارة عن عيش او بريوش او عيش كده بس بالكاكاو والشوكولاتة وخلاص على كده. تعالوا نعرف المقادير بتاعتها الاول، وهقولك على شوية معلومات واحد اتنين في المعجنات لازم تحطوهم وتحفظوهم كويس جدا. بس الاول هنقول المقادير مع بعض عشان ما تلخبطش. عندي دقيق وخميره وميه او لبن. لو هتعملي بميه وحابه تحطي بلبن بودر تمام. وعندي زيت وعندي بيضايه وعندي سكر وعندي كاكاو. وعندي رشه صغيره من الملح. عندي 3 كوبايات من الدقيق ونص او نص كيلو من الدقيق. نص كيلو ممكن تعايريه ازاي؟ بكوبايه معياريه تخلي تعبيها كده بالمعلقه وتخليها ممسوحه. تجيبي 3 كوبايات ونص. عندي هنا انا هستخدم ميه 250 مللي من الميه، يعني نص مقدار الدقيق. وعندي لبن بودر عشان انا هستخدم ميه، وعندي بيضايه هاخد منها البياض بس في العجين، والصفار هدهن بيه. وعندي كمان شوكولاته، وعندي فول سوداني كده هكسره ده للحشو لو انت عندك اي حاجه عايز تحشيها تمام. عندي ربع كوبايه من الزيت، الكوبايه دي اللي هي نص كوبايه المعياريه، انا حاطه نصها يعني ربع كوبايه. هنعمل ايه؟ هنحط بقى الميه او اللبن. عايزه تعجني بلبن ممكن تعجني بنص لبن ونص ميه، ممكن تعجني بلبن بس عشان العجينه تبقى خفيفه معاكي وحلوه. لو هتعجني بلبن اعملي نص ميه ونص لبن، المهم المقدار يبقى 250. حطيت بقى البياض، وحطيت ربع كوبايه الزيت، وحطيت معلقه الخميره، وحطيت 5 معالق من السكر. السكر ده مش هيخليها مسكره جامد، لا هيخليها يعني يا دوب محلوينه حاجه بسيط حلوه، يعني حاجه بسيط اللي هو يعني في نسبه سكر في العجينه. وبعد كده هنحط بقى ايه، هنديها كده نقلبها كده كويس جدا، نقلب السكر كويس. وبعد كده ننزل بالدقيق كله، بس طبعا بننزل بالدقيق واحده واحده. لو احتاجت معلقه ميه معلقتين ميه هتشوفي هقولك القوام. بصوا العجينه دي كل ما كانت ملزقه شويه كل ما كانت حلوه. هنحط الزيت برضو في الاول وفي الاخر خالص عشان العجينه تفك بس معانا، عشان احنا عايزينها ملزقه شويه عشان نعرف نستخدمها. هنحط حته كده من الزبده او مكعب من الزبده او معلقه شاي صغيره، انا هحط معلقه شاي صغيره كده من الزبده. عندك عجان طبعا هتسهلي على نفسك وتشتغلي، ما عندكيش هتشتغلي بايدك. بصوا هي كانت عجنت كويس جدا لحد ما تنعم. بعد كده بننزل اهو بمعلقه من الزبده او زيت عادي خالص. كل ما حطيتي كمان زيت بيديها هشاشه كده ويخليها طريه اكتر تمام. بس انا هنا كان عندي زبده فحطيت كده زبده تدي بس ايه طعم شويه. ما عندكيش حطي معلقه زيت كده بس تمام. هنطلع بقى العجين، هوريكم العجينه لازم تبقى طريه وحلوه. عايزه اقول لكم بقى شويه معلومات. انا هنا هقسمها في البولتين دول عشان عايزه نص شوكولاته ونص ابيض تمام. هنحط كده دهنه زيت خفيفه ونطلع العجينه ونلفها كده كويس ونقسمها نصين، والنص التاني هنحط فيه معلقه كبيره من الكاكاو او معلقه ونص على حسب اللون اللي انت عايزاه. طيب هقول لكم بقى شويه معلومات كده واحد اتنين في المعجنات. العجينه عايزاها متماسكه زي عجينه العيش او العيش الشامي مثلا، اللي هو العجينه المتماسكه دي اللي هتفردي وتعملي فيها. يبقى هتحطي كميه الميه او السوائل نص كميه الدقيق بتاعك. انما لو عايزاها عجينه زي عجينه البيتزا او يعني طريه شويه هتزودي بقى، زودي معلقه، هتزودي ربع كوبايه على حسب كميه الدقيق اللي انت عايزاه. يعني مثلا العيش البلدي او العيش الشمسي بيحتاج ميه اكتر من نص الكميه، العيش الشامي بيحتاج نص كميه الدقيق. يعني لو حطيت كيلو دقيق بحط مثلا نص لتر من الميه. ده في العيش الشامي مثلا عشان العجينه تبقى متماسكه شويه، واعرف افرد فيها، واعرف اقطعها كويس ما تبقاش سايله معايا وتغلبني في الفرد. العيش المصري بيحتاج ميه اكتر. العيش المصري تقريبا بياخد اكتر من 70% من الميه، او يعني يمكن اكتر كمان. لو كل ما كان طري وزودتي نسبة السوائل والمية بيديكي نتيجة اكتر. المهم تعالوا نرجع بقى للوصفة بتاعتنا، وهقول لكم بقى هل هي فعلا تستحق ولا لا، وهي عبارة عن ايه. بصوا هي قريبة من عجينة البريوش. ولو زودتوا بقى هقول لكم بقى شوية حاجات. انا حطيت بيضة واحدة ما حطيتهاش كاملة، عايزاها كمان تطلع معاكي احلى زودي في البيض. كل ما زودتي في البيض طلعت معاكي نتيجة كده ايه زي المخصوص زي البريوش كده اكتر واكتر. يبقى حلو. كمان خلي العجينه تبقى خفيفه معاكي، ما تبقاش سميكه، ما تبقاش تخينه. بصوا انا يعني مرفعاها قد ايه. هفرد بقى النص كده الاولاني، هفرد الكاكاو على اللي هي العجينه اللي بالشوكولاته على
المفرش السيليكون عشان بعد كده اجيبه اقلبه، علشان مش هعرف انا يعني بصوا الجزء الرخامه ده بس اللي بفرد عليه، فمش هعرف بعد كده افرد التاني. تمام، واصوره لكم مش هعرف افرده عليه برضو، هفرد ده لوحده وده لوحده. فردت كده ده، وخلوه رفيع يا جماعه علشان ما تبقاش العجينه سميكه وتحسوها بقى زي العيش. بص انا هقول لكم النتيجه في الاخر، وايه اللي يخليها حلوه وايه اللي يخليها تطلع معاكي زي العيش. تمام، فردت كده الجزء بتاع الشوكولاته. بعد كده هنفرد العجينه التانية اللي هي البيضه، هنرش كده رشه من الدقيق. تمام، وهنفردها برضو، حاولي تخليها مستطيله علشان انت هتاخدي نص العجينه بالعرض وهتحشيه، وبعد كده الجزء التاني هقولك برضو الرسمه دي بتتعمل ازاي. اهم حاجه انا وبفرد كده تفردي وتسيبيها تريح، كل ما سبتيها تريح شويه هتعرفي تفردي فيها اكتر. تمام، يعني انا فردت كده شويه، واول ما كانت بتشد معايا وتعجز كنت بسيبها دقيقتين، وبعد كده ارجع افرد تاني هتتفرد معاكي بكل سهوله. اعمليها خفيفه قوي ورفيعه، وما تعمليهاش كبيره قوي، يعني كل ما كانت مش عاليه قوي، يعني لما تطلع معاكي مش عاليه قوي كل ما كانت حلوه، هتحسي بطعم الاكل وبطعم الشوكولاته اللي فيها، وهتبقى حلوه. انما لما تبقى عاليه قوي هي ما فيهاش بيض ولا لبن ولا حاجات كتيره، يعني ما فيهاش بيض كتير مثلا، هتبقى عامله زي الكيكه. لا، هي فيها بيضايه واحده، حتى لو حطيتي بيضتين هتبقى يعني قريبه من المخصوص، فبرضه مش هتديكي طعم الكيكه ولا الحلويات ولا الجاتو ولا الحاجات دي، فتقدري تاكليها لوحدها. فلازم مثلا هتاكليها مثلا جنب حاجه، جنب كوبايه شاي، كوبايه لبن، تفطري بيها كده. فمش هتعرفي تفطري بيها لو هي تقيله كده وعاليه قوي، وبتاكلي عباره عن عيش ويا دوب منها ما توصلي للجزء بتاع الشوكولاته بيبقى ايه، كلتي كميه كبيره علشان توصلي للجزء اللي جوه. انما لما تبقى رفيعه بتبقى رفيعه بتاكلي يا دوب قطمه التانية بتوصلي للشوكولاته والحشو اللي جوه بسرعه. فهي حلاوتها في ان انت تعمليها رفيعه. بصوا بقى الشكل ده بنعمله ازاي، بتمسكي من فوق كده وتلوي، ما تلفيهاش بقى جامد علشان ما تبقاش عباره عن الالوان هتختفي، فاهمين؟ هيظهر عندك لون واحد. يعني انتوا لو ملاحظين واحده لفتها جامد جامد الالوان ما ظهرتش، مش عارفه هي باينه ولا لا. بصوا اللي بتتلف جامد الالوان مش بتبان، بس المهم ان انت تلفيها كويس برضو، يعني ما تسيبيهاش مفروده. تاخدي كده لفتين وتثبتيهم، لو هي بتلف معاكي بترجع تاني تسيبيها ترتاح وهي هتديكي نفس الشكل ده. عايزه اقول لكم ان هي شكلها حلو جدا، وانا عشان عملتها واطيه ادتني نتيجه حلوه. انا بشوف ناس عاملاها عاليه قوي، يعني بتعملها في تقريبا في الصينيه بتاعه السبونج او اي صينيه عاليه. انا دي عاليه برضو بس ما خليتهاش تملاها على الاخر، شايفين هي واطيه جدا جدا. عشان كده انا بقول لكم ما تعملوهاش كبيره قوي، لا واعملوها رقيقه جدا علشان تحسوا بطعم الشوكولاته والحشو اللي فيها، لان هي مش كيكه، هي عباره عن زي البريوش، عجينه بريوش. وكمان انا مش حاطه فيها مكونات كتير، يعني تقدري تعمليها كمان صيامي بالميه بس، ما تحطيش لبن بودره. وكمان تقدري تستغني عن البيضه، وتدهنيها من فوق بمعلقه كده من النسكافيه او معلقه عسل اسود او ميه وسكر او اي حاجه، هتديكي التحميره بتاعه الوش. بس برضه هقول لكم على حاجه مهمه برضه للفرن، علشان برضه ما تغلطوش الغلطه بتاعتي. بصوا بقى في اشكال بقى تقدري تعملي بقى ايه. بصي انا حطيت كده جزئين على بعض، تتنيهم كده وتلفي كده، تعملي بقى اشكال بقى راس السنه، احنا داخلين على راس السنه، تعملي بقى العصايه، تعملي بقى اشكال، تعملي اساسا زي البقسماط كده هيبقى مفرود، وهيبقى برضو بالابيض وشوكولاته، بيحبوه جدا الاطفال، بيبقى شكله حلو كده ولذيذ. تقدري تعملي منه يعني حاجات كتير. انا هنا عملته اللي هو كله بقى زي العصيان عصيان، وهوريكم برضو شكله. وهقول لكم على حاجه مهمه برضو تعملوها. بصوا في طريقه اللف، طبعا انتوا ممكن تعملوا مثلا اللف ده في اي معجنات تاني في اي طرق. بصوا لما بنيجي نلفها بصوا بترجع تاني ازاي. هقول لكم بقى الطريقه الصح ان انت عايزه تلفي بيها اتنين على بعض وما يرجعوش يتفردوا تاني. هتعملي ايه، هتلفيها هتفضلي تجيبي واحده يمين وواحده شمال، بعد كده تجيبي الشمال دي يمين وتجيبي الشمال اليمين شمال. هوريكم دلوقتي في الفيديو. بصوا دي اهي اتفردت شويه، بصوا اهي زي ما انا بقول لكم هنا لو ما بنعمل بترجع تاني. بصي بقى عشان ما ترجعش معاكي بالطريقه دي هتعملي ايه، هتفضلي تعملي كده شايفين اهو. اتمنى ان الطريقه تبقى واضحه. بصوا مهما تلفي مش هترجع تاني، لان خلاص بقت هي عباره عن واحده تحت واحده والتانيه فوقها، فاهمين؟ فبقى هما الاتنين داخلين في بعض.
انما مش هي العجينه متنيه، لا هم اساسا داخلين في بعض. فدي كده بتبقى طريقه اسهل لو انت عايزه تعملي اي حاجه لونين في بعض تعمليها بالطريقه دي. عملت كده كام واحده وحطيتهم في الصينيه دي. العجينه اللي فضلت تقدري كمان تدخليهم على بعض بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الصينيه. ده كان شكلها، عايزه اقول لكم انها يعني حلوه بس بطريقه معينه. يعني هي هتبقى حلوه في الفطار او كده، يعني كحاجه حلوه، بس لو عملتيها صح وبطريقه معينه. زودي لها البيض، حطي بيضتين بس خلي بالك من السوائل، انت كده دخلتي سوائل. كمان في معلومات مهمه عايزه اقولها لكم. انا هنا دهنت بيض مع نسكافيه. لو هتدهني بيض ما تحطيش بقى نسكافيه، علشان خاطر النسكافيه بيغمق برضو اللون، وما تكتريش عليها الشوايه. تمام. وادهني الابيض بس، ما تدهنيش اللي بالكاكاو، علشان اللي بالكاكاو هيحمر معاكي زياده. تمام. دي حاجه هوريها لكم بقى لما تطلع في الفرن. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، وبس التزموا بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها. عايزه اقول لكم كمان على حاجه. لما تضيفي سوائل لاي معجنات زي ما قلت لك، عايزه العجينه متماسكه، يبقى نص كميه السوائل تبقى نص كميه الدقيق. طب ودي هنعملها ازاي؟ هتشوفي لو انت هتعملي كيلو دقيق هتحطي نص لتر من الميه بس. لو انت بقى هتضيفي زبادي، هتضيفي بيض، هتضيفي زيت، هتضيفي اي سوائل، يبقى هتنقصي بقى، هتحطي نص او كوبايه واحده 250 وتزودي الحاجات دي، وبعد كده تضيفي بقى الميه بالتدريج. تمام. لو انت عايزاها عجينه سايله هتحطي نص كميه الدقيق نصها ميه، وهتضيفي برضو السوائل دي، بس برضو تخلي بالك من نسبه الميه. دي كده 1-2 بالنسبه للمعجنات. بصوا عايزه اقول لكم طلع شكلها على فكره دي طعمها احلى من الكبيره. بصوا الكبيره بقى عشان دهنتها بقى بالنسكافيه، شايفين حمرت من فوق ازاي؟ بصي هي المفروض لونها هيبقى زي اللي في الجنب ده. بس انا قلت مش مشكله برضه هصورها لكم واقول لكم. بصي هي يعني التصوير كمان يعني ايه مديها حقها في الحروقه شويه اكتر. بصوا يعني هي واضحه جدا في التصوير، يعني طالع منها محروقه بزياده. تمام. هي مش كده، لا هي محمره بس شويه. انا حبيت بس اقول لكم ما تدهنوش نسكافيه، ما تدهنوش اللي بالشوكولاته عشان تطلع معاكم حلوه. بس هي من جوه هشه جدا 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 وطعمها حلو. بس طعمها قريب للبريوش، قريب كأنك عامله كده عجينه كده معجنات كده، بس فيها سكر وفيها كاكاو. فلو انت ما مش مالكيش في المعجنات والحاجات دي وفاكراها انها هتطلع زي الكيكه، لا دي مش هتطلع زي الكيكه خالص. لا دي زي المخصوص، زي البريوش كده، حاجه كده خفيفه ولذيذه، بس مديه برضو على عيش. اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا ولو بمعلومه صغيره. وانا حبيت ان انا انزل لكم الوصفه دي عشان في ناس كتير قوي مش عارفه هي هتطلع ايه. انا احساسي طلع صح ان هي عباره عن عجينه فينو، عجينه عيش بس بسكر كده، حاجه محلونه شويه، عجينه بريوش. طلع احساسي صح فحبيت اقول لكم عليه. كمان عايزه اقول لكم على حاجه. انا الهدف من الفيديو ده مش ان انا اعمل الوصفه وانزلها، في ناس كتير قوي عملت الوصفه ونزلتها من فتره كبيره. انا الهدف هنا كمان كنت حابه ان انا اديكم شويه معلومات، عشان كان في ناس بتسال على المعجنات والمخبوزات، فقلت انزل لكم الوصفه واديكم كده كام معلومه. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي انا قلتها بالنسبه للمعجنات ونسبه السوائل، ولو انت عايزه العجينه ايه تبقى ايه، وتحطي كميه سوائل قد ايه. حاجات بسيطه بس بتفرق معانا وما بنعرفش نعاير المقادير. يعني انا ساعات ما ببقاش عارفه اعمل كوبايه دقيق احط لها قد ايه ميه. فانا قلت حبيت اقول لكم عشان لو انت حابه مثلا تعملي فطيره بيتزا، تعملي اي حاجه عندك، هتعملي كوبايتين، تبقي عارفه نسبه السوائل والميه اللي انت هتحطيها، تبقي ماشيه على الخطوات كده، و1-2 تبقي عارفه 1-2 مخبوزات يعني ايه. بس دي كانت الفكره بتاعت الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم واستنوني في فيديو جديد. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.